كوينتين تارانتينو هو مخرج غني عن التعريف، وبالرغم من انه ما عملش عدد كبير من الافلام مقارنة بمخرجين كتير، الا انه جودة كل فيلم فيهم كانت كفيلة انها تخلي اسمه يتحط مع اهم مخرجي هوليوود على الاطلاق. اي حد شاف كذا فيلم ليه هيقدر يميز اسلوبه الدموي والصادم المقترن مع سيناريو غريب لكن ممتع جدا، لكن برضو المشاهدين المركزين هيقدروا يميزوا ان في لقطات وتفاصيل كتير بتربط بين الافلام وبعضها. فكرة ان افلام تارانتينو مرتبطة مش حاجة جديدة، بل تارانتينو بنفسه اكد الكلام ده، وكمان قسم العالم السينمائي بتاعه العالمين وادى اسم لكل عالم فيهم. في الفيديو ده هنعرف اكتر عن عالم تارانتينو السينمائي والتقسيمات بتاعته، واهم الارتباطات والوصلات اللي بين الافلام واللي بتثبت انهم بيقفوا في عالم سينمائي واحد. في لقاء ليه سنة 2016 تارانتينو قسم العالم السينمائي بتاعه العالمين، العالم اللي بيحصل فيه معظم افلامه واللي اسمه The Realer Than Real Universe او العالم الاكثر حقيقة من العالم الحقيقي، وده العالم الواقعي اللي في عالم تارانتينو السينمائي واللي بتحصل فيه احداث افلام زي Pulp Fiction. جوه العالم ده في عالم تاني اسمه The Movie Universe او عالم افلام الافلام، وده عالم خيالي جوه العالم بتاع تارانتينو، والافلام اللي في الكون ده بتكون عبارة عن الافلام اللي موجودة في السينمات بتاعة Realer Than Real Universe. يعني لو مثلا فينسنت وجولز من فيلم Pulp Fiction راحوا يتفرجوا على فيلم في السينما هيلاقوا فيلم كيل بيل. الدليل على التقسيمه دي موجود بوضوح في فيلم Pulp Fiction. أوما ثورمان بتلعب دور ميا والاس، واللي كانت ممثله شاركت في حلقه من مسلسل اسمه فوكس فورس 5 لكنه فشل وما نزلش منه غير حلقه واحده بس. ميا بتحكي لفينسنت عن قصه المسلسل ده، وبيبقى مستحيل ان احنا ما نشوفش شبه بينه وبين فيلم كيل بيل. It was a show about a team of female secret agents called Fox Force 5. What? Fox Force 5. Fox as in we're a bunch of foxy chicks. Force as in we're a force to be reckoned with. And 5 as in there's 1, 2, 3, 4, 5 of us. There was a blonde one, Somerset O'Neill. She was a leader. The Japanese fox was a kung fu master. The black girl was a demolition expert. French fox's specialty was sex. What was your specialty? Knives. الوصلات اللي بندور عليها في الفيديو ده لا تقتصر على الافلام اللي تارانتينو اخرجها، لكن كمان الافلام اللي شارك في كتابتها. يعني مثلا فيلم ترو رومانس اللي صدر عام 1993 تارانتينو كان كاتبه بس، لكن اللي اخرجه كان توني سكوت. في الفيلم ده في شخصيه رئيسيه اسمها ألاباما ويتمان، فتاة ليل ليها ايد في عالم الجريمه خصوصا المخدرات. الوصله هنا هي ان ألاباما تم ذكرها في فيلم ريسيرفوار دوجز اللي صدر السنه اللي قبلها وكان من كتابه واخراج تارانتينو. By the way, how's Alabama? Alabama? I haven't seen Bama over a year and a half. I thought you two were a team. We worked for a little while. Did about 4 jobs together. Then decided to call it quits. في عالم الموفي يونيفرس اللي زي ما قلنا هو عالم خيالي جوه العالم الخيالي بتاع تارانتينو، في شخصية ظهرت في كذا فيلم وهو ضابط اسمه إيل ماجرا، وده ظهر في كذا فيلم زي From Dusk Till Dawn وكيل بيل وديث بروف. في فيلم Pulp Fiction جون ترافولتا بيقوم بدور واحد اسمه فينسنت فيجا. فينسنت يبقى اخو فيكتور فيجا الملقب بمستر بلاند اللي بيظهر في فيلم ريسيرفوار دوجز. شخصيتين تانيين بنكتشف انهم اخوات هما المحقق جاك سكاجناتي اللي بيطارد ابطال فيلم الناتشورال بورن كيلرز، والضابط سيمور سكاجناتي اللي بيتم ذكره في فيلم ريسيرفوار دوجز. Vic here's got a parole problem. Who's your PO? Seymour Scagnetti. Scagnetti. Fuck. Harry's a motherfucker. Oh, he's a fucker. في فيلم جانجو انشيند، جانجو ودكتور شولز كانوا بيخططوا انهم يموتوا واحد مطلوب اسمه كريزي كريج كونز. كريج كونز هو بالفعل الجد الكبير لكابتن كونز اللي ظهر في فيلم بالب فيكشن وادى ساعة لبوتش اللي بيقوم بدوره بروس ويلس. علاقة شبه دي موجودة برضو مع شخصية في فيلم ترو رومانس وهي لي دونويتس، واللي بنكتشف انه ابن شخصية بتظهر في انجلوريوس باسترز وهو دوني دونويتس. وكمان بنكتشف ان بيت هيكوكس من فيلم ذا هيتفول 8 يبقى الجد الكبير لارشي هيكوكس من فيلم انجلوريوس باسترز. حاجة تانية بنشوفها كتير في أفلام تارانتينو هي ماركة سجاير خيالية اسمها ريد أبل سيجاريتس. طبعا الماركة دي من وحي الخيال ومش موجودة في عالمنا الحقيقي، لكنها بتظهر كتير في الريلر ذان ريل يونيفرس والموفي يونيفرس في أفلام تارانتينو. لكن السجاير دي مش الماركة الخيالية الوحيدة في عالم تارانتينو السينمائي. سلسلة مطاعم بيج كاهونا برجر بتظهر وبيتم ذكرها في كذا فيلم من العالم الحقيقي زي ريسيرفوار دوجز وبولب فيكشن، وكمان عالم الأفلام زي From Dusk Till Dawn. Big Kahuna Burger. Big Kahuna Burger. That's that Hawaiian burger joint. I hear they got some tasty burgers. I ain't never had one myself. How are they?
في فيلم جديد هيصدر في يوليو 2019 من كتابة واخراج تارانتينو اسمه Once Upon a Time in Hollywood. الفيلم غالبا هيقع في الريلر ذان ريل يونيفرس، وفي الاعلان بنشوف الشخصيتين اللي بيقوم بدورهم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت قاعدين في استوديو مشابه جدا لمشهد في فيلم جانجو انشيند. فهل ده معناه ان جانجو انشيند يبقى فيلم في العالم بتاع Once Upon a Time in Hollywood؟ لو ده حقيقي يبقى دي حاجة تلخبط، لان المفروض جانجو انشيند جزء من العالم الواقعي مش عالم الافلام. عموما تارانتينو مش من النوع اللي بيحب يلتزم بالقواعد حتى لو كانت قواعده هو، وما قدامناش غير اننا نستنى لما الفيلم ينزل عشان نفهم اكتر ايه علاقته بعالم تارانتينو السينمائي ومكانه وسط الافلام التانية. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب مع تفعيل الجرس عشان يجيلكوا اشعارات بالفيديوهات الجديدة، وما تنسوش لايك لصفحة الفيسبوك من الرابط الموجود على الشاشة وموجود في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو الجاي.